ويلا بينا نكمل رحلتنا مع بعض. وده اليوم التاني انا اتجهت للفندق الرئيسي بقى اللي انا كنت نازله عليه، وده الويلكم درينك اللي هم استقبلونا بيه. استقبال بصراحه بيكون حلو جدا. اول ما بتدخلي بيقدموا لك العصير بتاعك، وبعدين سلمونا الاساور. اما كنت رايحه على الساعه 12 ونص تقريبا، استلمنا الغرف على طول، ما غبناش الحقيقه، يا دوبك شربنا العصير وطلعنا على الغرف. انت فين؟ انا في فندق تايتانيك رويال، ودي الغرفة بتاعتي أنا اللي أنا واخداها، واخدة غرفة تانية جنبي لولادي. بصوا يا جماعة، عايزة أقول لكم يعني هنتكلم طبعا في كل التفاصيل، عيوب الفندق ومميزاته، وهتكلم في كل حاجة. ده الفيو بتاع الغرفة بتاعتي. عايزة أقول لكم أنا كنت واخدة أول بلكونة، وده الباب يا جماعة اللي بيطل على الغرفة التانية اللي واخداها ولادي. تمام كده. الأوضة في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين، شاشة برضو والدولاب كبير، وبرضو نفس النظام بالظبط، الخزنة والميني بار الصغيرة، حط لنا كنز ومية ساقعة، وكمان حاطين الشاي والنسكافيه والكاتل وكل حاجة موجودة. وده الدولاب ما شاء الله كبير حلو. كل حاجة هنا بقى طبعا حاطين يعني إبرة الخيط والخيط، حاطين الشامبو، حاطين البلسم، وحاطين الصابون، كل حاجة حاطينها، مفيش حاجة مش محطوطة يعني. ده الحمام بتاعهم بتاع الغرفة. ودي الجزء التاني من الحمام. وهنا احنا اتجهنا بقى على الغدا. يعني انا بعد ما استلمت الغرف نزلت اتغديت على طول، وده كان غدايا، بس ما لحقتش اصور البوفيه كله عشان كنت انا نازله متاخر، فكان في مكان مسحوم، ما بحبش اصور والدنيا مسحومه. دي الغرفه التانية بقى بتاعت ولادي، نفس النظام على فكره، بس الحمام على ايدكم اليمين مش على الشمال، ونفس الكلام. ده شكل الحمام بالظبط كده، نظافه فوق ما تتخيلوا. اولا انا كنت بنزل اطلع الاقي الاوضه فله 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 فله، يعني جمال ونظافه فوق ما تتخيلوا. ده شكل الغرفه من بعيد اهو. دولاب برضو، دي غرفه بقى ولادي، فيها 3 سراير. الغرفه اللي جنبي على طول فاصل ما بيني وما بينهم باب، الباب في نفس الاوضه. شايفين الدولاب اهو، كل حاجه وكل حاجه هم حاطينها لك، حتى البونيه اللي بتلبسيه على الشعر عشان ما تبهدليش شعرك، كل ده كان محطوط. نفس الكلام في كل حاجه. وبرضو التلاجة حاطين فيها كنز وحاطين فيها ميه ساقعه. تمام. طبعا الكلام ده بيتملي يا جماعه على طول، يعني انتوا بتنزلوا بتطلعوا بتلاقوا التلاجة الميه محطوط ميه ومحطوط كل حاجه انت عايزاها. بصوا دول ال3 سراير، وده برضو الفيو بتاع ولادي، هو جنب الفيو بتاعي على طول. المنظر بالليل والصبح بيكون خطير. شايفين جمال حلو جدا 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 جدا. نيجي بقى للبوفيه بتاع العشاء، لان انا اتغديت خلاص، وده البوفيه بتاع العشاء. كانوا اليوم دوت عاملين ديك رومي كبير، وعاملين بقى، انا طبعا هفتكر معاكم دلوقتي، ده بقى يعني جزء كده بيتزات كلها، لان هم بيتنوعوا جدا 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 في موضوع العشاء دوت، حاطين كل حاجه. هنا طبعا حلويات الشرقي، البسبوسه بتاعتهم يا جماعه والرواني، يا نهار ابيض على جمالهم، لكم ان تتخيلوا، لدرجه ان انا كنت عايزه ادخل اسال الشيف هو عملها ازاي. انا بعمل بسبوسه حلوه طبعا انتوا عارفين، ولكن انا بحب دايما اعرف ايه يعني عجبتني بصراحه. هنا بقى انا بشوف الاكل اهو معاكم. بصوا يا جماعه، انا مش فاكره ده كان ايه، بس تالي اسماك. دي كانت شاورمه لحمه. وهنا بقى ده القسم بتاع السلطه. الراجل ده بيعمل شويه سلطه ملهمش حل فظاع. وهنا بقى المنيو كله، ده كان سمك برضو. انا عايزه اقول لكم هما بينوعوا في الاكل لدرجه ان هما بيحطوا لحمه وفراخ وسمك في اليوم الواحد، تمام، علشان خاطر اللي ما بيحبش ده ياكل ده، واللي ما بيحبش ده ياكل ده. من طبعا، وعاملين كنا مخصوص للاكل الصحي، الناس اللي بتعمل دايت. هصوره لكم دلوقتي اللي هو ده، بصوا ده الاكل الصحي. اللي هو بقى اللي هم الناس اللي عايشين على الرز المسلوق والفراخ المسلوقه، اللي هم الناس اللي بتعمل دايت، عامله لهم كورن مخصوص. يعني مش سايبين حد، ولا ان احنا نبوظ لك دايت ولا اي حاجه، احنا معاك في كل حاجه. ده قسم المخبوزات برضو موجود، فطار غدا عشاء، بس طبعا بتنوع. هنا حاطين زي بيتزات كده مخبوزه، والعيش الاسمر ده الناس برضو اللي عامله بتاكل اكل صحي وعامله دايت. تمام كده، مش مخلين حد عايز حاجه خالص. تعالوا بقى نشوف القسم اللي بعده،
وهو الشوربات تقريبا. دي كده قسم الشوربات. شوربات اشكال والوان متنوعه، يعني بصوا اي حد هيعوز اي حاجه هيلاقيها. دي البطاطس متحمره، ده كان طبق رئيسي معايا في كل عشان ابني. بصوا بقى السلطات، قسم السلطات والخضار. الشيري توميتو دي طعمها مسكر جدا، كانت خطيره. ده كده قسم كله السلطات. بتجيبي وبتشكلي بقى براحتك، والصوصات بتحطي الصوصات اللي انت عايزاها. هنا بقى تعالوا نشوف هنا كان في ايه. هنا كان في كوسه مطبوخه، وهنا كان في اللهم صل وسلم وبارك تقريبا مكرونه او رز. دي برضو كانت شوربه. اكلات كده كتيره، وكان في باميه برضو. دي بقى قسم الفواكه متقطعه وسليمه، اللي حابب من ده ياخد واللي حابب من ده بياخد. والحلويات بقى لكم ان تتخيلوا، كانت اشكال والوان ملهاش عدد. ولا التورته دي كانت رهيبه في الجمال، كانت خطيره. والجاتوهات بتاعتهم كل ده يا جماعه فريش، بيتعمل كل يوم طازه بطازه. ولا الجيلي بقى بتاعهم كل يوم طازه بطازه بفريش، مفيش حاجه بتبقى بايته، لان الاكل اللي بيتبقى للاسف هو بيترمي قدام عينك اصلا في الباسكت. يعني الرأي بيعدي بياخد. وطبعا كانوا بيعملوا بيتزا شرقي حلوه جدا، كانت برضو اللي انا لسه صورتها لكم دلوقتي. بعد العشاء بيكون في كل يوم فريق انيميشن للاطفال، وبعض الاطفال فريق انيميشن بيعمل حفله مختلفه عن اليوم اللي قبلها. يعني انت ما بتبقيش محتاجه ان انت تخرجي بره الفندق عشان تروحي مكان بره تتبسطي فيه، لا، هم مش مخلينك اصلا تزهقي ولا مخلينك اي حاجه. وطبعا هنكمل بقيه الرحله الفيديو جاي، واستنوني.